السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجنا نفحات رمضانية. اليوم الحلقة 11. ما رأيتموه قبل قليل وما سأذكره بعد قليل يمثل موضوع مهم جدا جدا جدا. هل تعلم أن هناك 7 بليون في العالم، منهم 6 بليون يملكون جهاز جوال؟ قصر النظر، في السبعينات كان في أمريكا في ربع السكان، بينما الآن أصبح نصف السكان. في بعض مناطق آسيا قصر النظر أصبح يمثل من 80 إلى 90% في بعض المناطق. ما السبب؟ استخدام جهاز النقال. نعرف من ذلك أن هناك أصبح ارتباط، علاقة حميمية غريبة جدا بيننا وبين هذا الجهاز الذي أصبح يلغي عقولنا، يلغي العقل الذي وضع للإبداع، وإنما الآن أصبح يفرض علينا أشياء لا بد أن نتعامل معها وأن نسخر عقولنا لها بدلا من أن نسخرها لعقولنا. طبعا ليس الجميع. في الحقيقة سنتحدث عن مرض، وهذا المرض سأذكر لك الأعراض وأنت تحكم هل أنت مصاب بهذا المرض أم لا. إليك الأعراض. هل أنت مصاب أم لا؟ تعالوا نشوف هذا المرض في السعودية. نوموفوبيا السعودية. ماذا يعني؟ أولا هذا المرض ماذا يعني؟ هو الخوف من فقدان جهاز النقال أو فقدان الاتصال بالشبكة. يصبح الإنسان في خوف وتوتر من أن يفقد هذا الجهاز أو يتخلى عنه ولو مجرد دقيقة. 75% من الناس يستخدمون هذا الجهاز قبل أن يغسلوا وجوههم بعد استيقاظهم من النوم. 59% من الأطفال مصاب بمرض النوموفوبيا. 25% إحصائية على مستوى العالم طبعا لديهم الاستعداد أن يفقدوا المال النقود ولا يفقدوا جوالاتهم. تعالوا نشوف نوموفوبيا السعودية. طبعا في السعودية الإناث أكثر إدراكا لهذا المرض من الذكور. تعالوا نشوف بعض الإحصاءات. 17% من الذكور يستخدمون هواتفهم يوميا لمدة 8 ساعات. 17%. الإناث 42% يستخدمون الهاتف 8 ساعات. 44% من الذكور في السعودية يملكون هاتف أو أكثر من هاتف، بينما في النساء 33% الذين يملكن أكثر من هاتف. الذكور أكثر تصفحا للواتساب، بينما النساء أكثر تصفحا أو أكثر استخداما لسناب شات. العجيب في الأمر أن هناك 72% من النساء أبدين استعدادهن بتجربة التخلي عن الجوال لمدة محدودة طبعا، بينما هناك في الرجال 54% فقط أبدأ الاستعداد التخلي عن الجوال. فأصبح هذا الجوال من العمليات التي يصعب فصلها، أصبح ملاصق لنا في علاقة عجيبة غريبة جدا في حياتنا، مع أن أخطار على الصحة بشكل غير طبيعي. هناك أخطار صحية، هناك أخطار شخصية، هناك أخطار اجتماعية، له إيجابيات غير طبيعية. ولكن هل تعلم أن هناك مدرسة هارفارد الطبية تقول يجب الابتعاد عن التكنولوجيا قبل النوم ب2 إلى 3 ساعات لكي تحصل على نوم عميق.
بينما الآن 85% من مستخدمي الجوال يضعون الجهاز بجانب السرير، وأنا منهم للأسف، مع أنه يؤثر بذبذبات، يؤثر على الاستغراق في النوم، لا يؤثر إنما الاستغراق في النوم العميق. السؤال الآن، هل هذا الجوال أو هل هذا الجهاز سرقنا منا؟ هل سرقنا من ذواتنا؟ هل سرق بعضنا من بعض؟ هل أثر في عقولنا وشخصياتنا؟ بلا شك نعم، ولكن كيف هذا التأثير؟ أنت تجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.